الجزء الثاني من قائمة أحسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، واللي بنقول لهم من الآخر للأول: لو ما شفتش الجزء الأول روح شوفه. راح فين؟ مش دلوقتي، بعد ما تخلص الفيديو ده. المهم، يلا بينا نشوف الأفلام دي مع بعض. الفيلم رقم 90 في قائمة أحسن 100 فيلم مصري هو واحد من ألذ أفلام عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرف، وهو فيلم اللعب مع الكبار، واللي في رأيي عملوا مع بعض أقوى وأنجح خماسية في تاريخ الثلاثي. فيلم اللعبة مع الكبار بيحكي عن شاب مصري عاطل بيحاول يصلح المجتمع بس بطريقته، واللي هتشوف فيه ألذ مشهد بيجمع بين عادل إمام وعايدة رياض، واللي اتعمل عليه كوميكس بالهبل. لو عارفه قول لي في التعليقات. أما الفيلم رقم 89 في قائمة النهاردة هو فيلم إمبراطورية ميم، إنتاج سنة 1972. قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال. أما البطولة بقى ففاتن حمامة وأحمد ناصر ومجموعة من الشباب الصغنطرين، وأنا عن نفسي بحب قصة الفيلم ده جدا. أما الفيلم بقى رقم 88 هو فيلم أبي فوق الشجرة، إخراج حسين كمال وقصة إحسان عبد القدوس. الفيلم آخر أعمال حمامة، وكانت معاه ميرفت أمين ونادية لطفي، والفيلم فيه استعراض قاضي البلاش وده كان ممتع جدا بصراحة، ولما بشوفه بحس إني عايز أروح البحر. الفيلم ده حصل عليه جدل كبير قوي وقت عرضه. أما الفيلم اللي بعد كده واللي رقم 87 فيلم وإسلامة، أنت فين يا جهاد؟ والفيلم إنتاج 1962 وإخراج أندرو مارتن. أما البطولة لفارس السينما المصرية أحمد مصر ولبنى عبد العزيز ورشدي أباظة وحسين رياض. أما قصة الفيلم فأنت روح شوف، مش كل حاجة أعملها لك. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم صراع في النيل، وده إنتاج سنة 59 وإخراج عاطف سالم. أما القصة فالقصة لعلي الزرقاني، بطولة عمر الشريف ورشدي أباظة وهند رستم. قصة الفيلم من أشهر ما يكون، عشان كلنا عارفين مجاهد ومحسب وخناقتهم مع الغزالة العسلية. الفيلم رقم 85 هو فيلم زينة، إنتاج سنة 52 وقصة محمد حسين هيكل مش حسنين، وإخراج محمد جاي. بطولة رائع إبراهيم ويحيى شاهين وفريد شوقي، وبيحكي عن قصة حب حسن وزينب اللي أبوها بيقف ضدها والصراع التقليدي اللي إحنا عارفينه. الفيلم ده على فكرة اتعمل بنفس الاسم سنة 1930، بس النسخة دي كانت أحسن كتير خصوصا في الإخراج. فيلم حدوتة مصرية هو رقم 84 في قائمة النهاردة، والفيلم إنتاج سنة 82، قصة وإخراج يوسف شاهين. أما البطولة فنور الشريف ويسرى ومحمود المليجي وسهير البابلي ومحمد منير وماجدة الخطيب. أما بقى قصة الفيلم ف روح اتفرج عليه. الفيلم رقم 83 هو فيلم أيامنا الحلوة، إنتاج سنة 1955، قصة وإخراج حلمي علي، بطولة عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي وعمر الشريف وفاتن حمامة. والفيلم طبعا من كلاسيكيات السينما المصرية، وقصة من أجمل القصص المعبرة عن معنى الصداقة الحقيقية يا صديقي. الفيلم ترتيبه 82 هو فيلم ابن النيل، إنتاج سنة 51 وإخراج يوسف شاهين، بطولة شكري سرحان وفاتن حمامة ويحيى شاهين. أما بقى آخر فيلم في قائمة أفلام النهاردة فيلم سي عمر، إنتاج سنة 41 وإخراج نازي مصطفى وتأليف بديع خيري ونجيب الريحاني. البطولة نجيب الريحاني وعبد الفتاح البصري وزوزو شكيب وشرف فرح. أما حكايته بتدور حوالين جابر، موظف بسيط في عزبة عمر الألفي. جابر هيترفد من شغله بعد ما اكتشف إنه بيحصل تزوير في حسابات العزبة، وبيروح جابر القاهرة بيدور على شغل. اكتب لي في التعليقات إيه أكتر فيلم بتحبه في قائمة أفلام النهاردة. فولو بقى. سلام.